الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، أسهم مصنع البسكرية للإسمنت الذي دخل مرحلة الإنتاج شهر جوان الفارط أسهم في تراجع أسعار الإسمنت، حيث دعم السوق الوطنية ب3000 طن يوميا. عمار طبال. جوان الفارط دخل الخط الأول من مصنع البسكرية للإسمنت قيد الاستغلال بقدرة إنتاجية تبلغ 3000 طن يوميا موجهة إلى السوق الوطنية، وبذلك عرفت أسعار هذه المادة الضرورية لتجسيد مختلف المشاريع المسطرة تراجعا ملحوظا. المصنع هذا يتربع على مساحة 100 هكتار ويحتوي على 3 خطوط بطاقة إجمالية 5 ملايين طن. الخط الأول انتهينا منه ودخل في الإنتاج والتسويق مع منتصف جوان 2016. يشغل اللوزين حاليا حوالي 600 عامل مباشر، من بينهم 120 إطار. المصنع استثمار خاص بقيمة 45 مليار دينار ممول من قبل البنك بنسبة 75%، وقد انطلقت أشغال بناء الخطين الثاني والثالث، ومن المتوقع أن تنتهي بعد 2 سنين. بعد الانتهاء من الخطين اللي راهم في إطار الإنجاز حاليا، فيه برنامج للتصدير، لأن سنصل إلى 5 ملايين طن إسمنت، وسنلحق إن شاء الله إلى 1320 عامل مباشر. في الأشهر القليلة الماضية عندنا يعني توقيف تاع بعض ورشات الإشغال بسبب ندرة يعني الأسمنت. حاليا الحمد لله المشكل هذا يعني قضينا عليه، أصبح في خبر كان مستثمرين خواص 100%، ما كان حتى شركة أجنبية جزائريين من بسكرة يعني داروا الإنتاج هذا، وإحنا نشجعوهم، وكل المستثمرين اللي حبوا يجوا يستثمروا في بسكرة يلقوا أبواب مفتوحة، وإحنا نرافقهم إن شاء الله حتى يجسدوا المشاريع نتاعهم، يخلقوا لنا ثروة ويخلقوا لنا مناصب شغل، وهذا هو الهدف نتاع الحكومة. تقنيات عالية الدقة يستعملها المصنع تمنع التلوث، كما أنه ينتج إسمنتا رفيع الجودة يتوافق المعايير المعمول بها، ما يؤهله لاكتساح السوق بكل أريحية. أشرف وزير